فلو انت الكريدت سكور بتاعك كويس او معقول، هتلاقي فيه اوفرز كتيره معروضه عليك لو انت مثلا على كريدت كارما، او هتلاقي فيه حاجات بتجيلك بالميل، ناس بتقول لك خش اعمل ابلاي على الكارت بتاعنا، تنقل المديونيه من بنوك تانية علينا احنا، مقابل ان احنا هناخد منك مثلا 3% او 5% مصاريف، وهنفضل سايبينك لمده مثلا 6 شهور، سنه، سنه ونص، على حسب العرض اللي بيجي لك وعلى حسب طبعا الكريدت سكور بتاعك. سنه سايبينك من غير ما ندفعك اي فوائد خالص خالص، هتبقى الاي بي ار زيرو. فدي بتبقى فرصه حلوه ان انا المديونيتي من البنك اللي هو بياخد فوائد لبنك تاني مش بياخد على الفلوس دي فوائد، هو اخد بس شويه فيز، بس طبعا لما تقارنها بالفوائد هتلاقي الفيز دي حاجه يعني بسيطه يعني، لكن بيدي لك مثلا فتره زي سنه او سنه ونص ان انت تدفع فيها المديونيه. طب بعد السنه او السنه ونص ايه اللي هيحصل؟ هيحط عليك بقى الفوائد، وممكن تبقى فوائد اكتر من البنك الاولاني اللي انت كنت معاه. فالذكي بقى والشاطر يعمل ايه؟ يدفع كل اللي عليه في خلال الفتره اللي هم مديها له. فلو انا عليا مثلا 1200 دولار، انا عارف ان انا كل شهر لازم ادفع 100 واوديها لهم لو انا المده بتاعتي سنه، او عايز تخليها على 10 شهور وتدفع اكتر من 100 عشان اول ما توصل قبل نهايه الفتره بتاعت العرض اللي هو مديها لك دي تكون خلصت كل مديونيتك. يجي هو يفتح بقى الفوائد عليك يلاقي زيرو، ده مفيش حاجه في البالانس، يبقى انت كده تمام.